عمرك سألت نفسك ليه الجاهل بيبقى منبوذ في أماكن كتير؟ الجهل مش قراية وكتابة وبس، الجهل في التفكير. بس للأسف الجهل ده مؤذي، بيوصل للحقد والحسد والتنمر، بيخلي الشخص ده شايف نفسه صح وهو جاهل ومش فاهم أي حاجة. طيب ايه علاقة الكلام ده باستدعاء ميت؟ ما بقتش شايف حاجة خالص، كل الفلوس اللي بملكها ما عملتليش حاجة، وده بعد معاناة عشتها وهحكي عنها دلوقتي. أنا في المستشفى بعد ما اتعميت، بس أنا لازم أحكي. أنا اسمي حمزة سيف الدين، عندي 22 سنة، عايش مع والدي ووالدتي وأخويا طارق. حياتي الرفاهية وصرف الفلوس الكتيرة، وعمري ما شلت هم الحاجة. كنت فاشل في التعليم، عشان كده أهلي دخلوني كلية هندسة خاصة، عشان يقول المهندس راح المهندس جه، فشخارة كذابة يعني. بعد الكلية لقيت الجيش مستنيني. بصراحة حاولت ما ادخلش، تقدروا تقولوا عملنا المستحيل عشان ما ادخلش. كل الفلوس ووصاية ابويا ما نفعتش ودخلت الجيش، وزي اي حد يوم حلو ويوم وحش، وانا كنت عسكري الامن في الجيش. ده كل اللي قدر يعمله بابا، انه يريحني ويخليني امن الوحدة بتاعتي. خلصت الجيش بعد فترة، يعني بعد فترة طويلة، اتعرفت فيه على ناس كتير، وكانت ايام ما تتنسيش. وفيت 6 شهور، كنت رجعت لحياتي الاولانية، الصرف والسهر والشرب. لكن اللي ما كنتش عامل حسابه انه يجيلي استدعاء من الجيش، ويتقال انه في حالة طوارئ، ولازم المجموعة اللي اتطلبت هتروح، والا هتتعرض للمحاكمة. رحت وانا مخنوق اني راجع تاني. بالمناسبة الوحدة بتاعتي في العريش. رحت ووصلت هناك وقابلت مجموعة من اصحابي اللي كانت ليا فترة كبيرة ما شفتهمش، واقرب 3 ليا كانوا عمر وكمال واشرف. كنا دايما مع بعض في كل وقت، واكتشفت انه في حوالي 50 عسكري جاي لهم الاستدعاء بس. سألت نفسي معقول ده عدد قليل جدا؟ واتكلم الضابط وائل وقال احنا في حالة طوارئ دلوقتي، وفي اي لحظة هيحصل علينا هجوم، عاوز كل واحد يلتزم بمكانه، ولو سمعتوا سريان الانذار دي الكل يجهز عشان كده الهجوم بدأ. وطبعا اتقسمت دوريات، ناس بقت تقعد في اماكن خدمة وناس ترتاح ونبدل هكذا يعني. لكن حصلت حاجة ودي كانت البداية. في يوم سمعنا سريانة الانذار، خرجنا نجري وكان في هرج ومرج بره وكأن الحرب هتقوم، لكن مفيش هجوم حصل. فضلنا مستنيين عشان حاجة تحصل، لكن مفيش، وبدأ كل واحد يرجع لمكانه. ودي كانت فترة الراحة بتاعتي. وانا راجع العنبر سمعت صوت بيقول لي انت السبب في موتي، انت السبب في موتي. اتلفت شعر جسمي واقف، العرق غطى جسمي في لحظات عشان لقيت قدامي حسين. حسين ده واحد كان معانا في الجيش ومات، انتحر جوه السجن عشان سرق مكتب القائد. بس ازاي هو قدامي دلوقتي؟ ده مات وشبع موت. بصيت له وانا بترعش وقلت له حسين انت عايش ازاي؟ وقال انا مش هسيب حقي يا حمزة، انا هنتقم منك عشان انت السبب في موتي. انا السبب في ايه؟ انا ما عملتش حاجة. لا انت قتلتني يا حمزة. سلام قول من رب رحيم، ربي اعوذ بك من همزات الشياطين، واعوذ بك ربي ان يحضرون.
وشه تحول لوش محروق مكرمش وصرخ صرخة لا يمكن تكون صرخة بشر. رجعت العنبر وأنا ببكي، قعدت على سريري ورجعت راسي لورا على المخدة افتكرت اللي حصل من 9 شهور. أيوة أنا السبب في موته، أنا السبب في موت حسين. حسين كان من الناس المحترمة والمحبوبة في الوحدة، وكان تعليم عالي، دايما هو الفاهم والدارس وأنا جنبه الفاشل الجاهل. كنت بكرهه وبحقد عليه، مكنتش عاوز يكون محبوب ولا ناجح. جات لي فكرة، سرقت ورق مهم كان في مكتب القائد، وروحت بلغت إن حسين دخل مكتب القائد من وراه وسرق ورق. وعشان أنا عسكري الأمن فأنا كلمتي مصدقة عندهم وعند القائد بالتحديد. اترمى حسين في الحبس من غير ما حد يسمعه، محدش صدق أي حاجة من كلامه ولا توسلاته ولا دفاعه عن نفسه، واتحبس وكان بيتعامل معاملة قاسية للأسف. وهو عشان ابن ناس ومتعلم ما قدرش يستحمل اللي شافه ومات بحسرته. مات وأنا السبب في موته، مات وأنا اللي اتهمته بحاجة أنا اللي سرقتها. بس هو راجع دلوقتي ليه؟ راجع ينتقم مني؟ أنا خايف من اللي جاي، أنا عاوز أمشي من هنا. قطع تفكيري صوت سرينة الإنذار، خرجت أجري بره العنبر لكن مفيش حد. إزاي؟ الوحدة فاضية وكأنها مهجورة، وده كان غريب. وسمعت صوت من تاني بيقول لي مش هتعرف تهرب يا حمزة، مش هتعرف تهرب، موتك قريب وعلى ايدي. انت عايز مني ايه؟ ابعد عني ابوس ايدك. في اللحظة دي سمعت صوت من ورايا، كان صوت عمر بيقول لي انت بتكلم مين يا حمزة؟ وانا من الدهشة مش بكلم حد. لا انا واثق انك كنت بتكلم حد. ايه ما يكونش عفريت؟ عفريت ايه يا عمر؟ يلا نمشي. لكن لقيت عمر مبرق وبيقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون. لكن اللي حصل كان صدمة بشعة. نار مسكت في جسم عمر اللي كان بيستنجد بيا وهو بيصرخ وبيقول لي الحقني يا حمزة. معرفتش الحقه، مات عمر، مات واحد من اعز اصحابي. ما كنتش مصدق، مش قادر اتخطى فجعة الموت، من اصعب المواقف اللي مريت بيها. طبعا ما قلتش اني كنت واقف عشان انا مش فاهم صاحبي يتحرق ازاي، لكن الغريب كان موقف الضابط اللي قال لي احنا هنبعت الجثة صاحبك لاهله. اكيد يا فندم، بعد ما نصلي عليه صلاة الجنازة. لا مش هنصلي. ازاي يا فندم؟ لقيته برق وقال يعني مش هنصلي. كنت حاسس اني الضابط مش طبيعي، في حاجة غلط في الموضوع ده. لكن حصلت حاجة قلبت الدنيا رأسا على عقب. كنت قاعد في العنبر سرحان وبفكر، تليفوني رن، والصدمة انه اللي بيرن هو عمر. ايوه صاحبي اللي المفروض مات. رديت عليه وكانت المفاجأة. هشوفكم في الجزء الثاني ان شاء الله، والقصة دي لمحمود الامين.